من خدمة القصور لعبادة النور. النهاردة هنعرف حكاية القديسة سأغنسطا. حكاية بنت جت في الأسر وبجدارتها وبأخلاقها العالية قدرت تخلي ناس كتير تؤمن بالمسيح. لما الملك سيوديسيوس مات سنة 395 أخذ أركاديوس حكم الشرق وهنريوس أخذ حكم الغرب. الملوك من كل حتة بعتوا هدايا يباركولهم، منهم حاكم الرها في سوريا بعت هدايا للملكين يهنيهم. ولما الروس رجعوا من روما جايبين معاهم رسالة شكر من هونوريوس وهدايا كمان لحاكم الرها. مروا على قرية جنب روما فيها دير للراهبات اسمه أغاثونيكا. هناك كان في بنت اسمها سأغنسطا واقفة لوحدها بره الدير، فالرسل اتأثروا جدا بجمالها فراحوا خطفوها عشان تبقى خادمة للملكة. الراهبة المخطوفة بقت شغالة في القصر بفرحة، وربنا كان معاها وخلى الملكة تحبها جدا فرقتها وبقت رئيسة على الخدم في القصر. بس هي كان قلبها متمسك بحياتها الروحية وكانت دايما مواظبة على عبادتها وصلاتها بتفاني وجهد كبير. وفي الوقت ده ابن الحاكم كان تعبان قوي وكل اللي في القصر كانوا متضايقين عشانه، وكل الدكاترة والسحرة معرفوش يعالجوه. في الآخر راحت الملكة قالت يجيبوا سأغنسطا الرومانية تدعيله لأنها حست إن هي قريبة من ربنا. وفعلا القديسة سأغنسطا جت وفردت إيديها كأنها صليب وصلت لربنا إنه يتمجد في الولد ده الوحيد لأبوه وأمه عشان يخلص ناس كتيرة. وأول ما خلصت صلاتها الولد فتح عينه ونط من على السرير، والناس اللي كانوا موجودين استغربوا جدا، والحاكم كان عايز يشكرها فاداها حريتها من العبودية واداها كمان سكن لوحدها زي ما طلبت، وقعدت هناك تعبد ربنا وتدعي لكل اللي حواليها. وما كملتش كام يوم ومرات الحاكم تعبت جدا فراحوا طلبوا سأغنسطا تاني تصلي لها وربنا اداها الشفاء على ايديها. بعد كده الملكة قالت لجوزها انهم لازم يؤمنوا بيسوع المسيح اللي سأغنسطا بتصلي له، بس هو خايف من الناس انها تعمل ثورة عليه. فالحاكم مع جماعته راحوا الصحراء عشان يصطادوا، بس فجأة لقوا نفسهم قدام سحابة سودة ضخمة وحصلت لهم ريح وعواصف خلوهم يضيعوا الطريق، وحسوا كلهم ان هم هيموتوا وده كان اكيد. وساعتها افتكر الحاكم القديسة سأغنسطا وازاي كانت بتستعين بالمسيح المصلوب وتعمل على نفسها علامة الصليب وتاخد قوة من الله. فالوالي صرخ وطلب من السيد المسيح ان هو ينجيه، وفجأة شاف صليب منور قدامه بيهديه هو وجماعته لحد ما وصلوا المدينة. ولما رجع الشعب استقبله بحب وخوف، كانوا خايفين يكون ضاع في الطريق. فهو حكى لهم اللي حصل واللي حصل معاه ومع جماعته، فكل الناس فرحت وشكرت ربنا وجابوا القديسة سأغنسطا عشان تحكي لهم عن الإيمان، وهي كانت مبسوطة جدا وطلبت من الوالي يبعت رسالة لهونريوس الإمبراطور عشان يبعت لهم كاهن صالح. يمكن اختارت هونوريوس لأنها من روما أو لأن في الوقت ده الشرق كان تحت حكم سيودوسيوس الصغير بعد ما مات أركاديوس سنة 408، وهو كان ميال شوية لمذهب أريوس، أو يمكن لأنها كانت تعرف هونوريوس وعارفة أنه مهتم بانتشار المسيحية. فعمل كده الحاكم، وهونوريوس فرح جدا من الخبر ده. راح لواحد صاحبه راهب عايش لوحده كان بيحبه ودايما بياخد منه نصيحة. لما الراهب عرف قد ايه هو متواضع، هونوريوس حكاله عن الشغلانة انه يشيل مسؤولية الدعوة، وبعدها وراه الجواب اللي جاله من الحاكم وطلب منه ما يتأففش وما يعتذرش عن خدمة الناس في كورة أبنوارس اللي هي في الرها، لأن دي البلد اللي فيها الحاكم وسأغنسطا. وبكده سيمت الكنيسة الناس القس وشال معاه خطابات وهدايا من الملك. وهناك قابل القديسة سأغنسطا اللي شجعها على النضال بتاعها وابتدى يوعظ ويشتغل بجد. سأوفنيوس كمان اترقى الأسقف على إبراشية أبنوارس في الرها زي ما الوالي والناس طلبوا، والله كان بيشتغل من خلاله بشكل قوي جدا لدرجة ان الناس اللي بتؤمن كانوا بيزيدوا يوم بعد يوم. القديسة سأغنسطا دي كانت الإيد اليمين للأسقف، وهي اللي كانت بتساعد في الكرازة للستات وخدمة الستات دي، والستات دي كانوا متعلقين بيها قوي، وعشان كده لما اتلم حواليها كتير من البنات العذارى عملوا ليهم دير عشان يعيشوا فيها مع الأم سأغنسطا ويعيشوا حياة زي الملايكة. بس الأم سأغنسطا ما عاشتش كتير في الدير ده، الرب سمح ليها بمرض وبعدين اتنيحت بسلام يوم 17 من شهر توت، وده اليوم اللي بيتعمل فيه الاحتفال بعيد الصليب المجيد.
بركة وشفاعة القديسة العظيمة سأغنسطة تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديسة سأغنسطة ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة، وتابع صفحتي واستنوني كل يوم بالليل مع سيرة قديس جديد.